يلتقي فيها فريقين من أعرق الأندية العربية على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف. المواجهة التي يأتي فيها سيد نونو سانتو الليلة في حراسة المرمى مارسيلو جروهي، بالإضافة إلى طارق حامد، كريم بنزيما، إيغور كورنادو، سنوات عديدة، ويتمكن في النهاية من الحصول على لقب الدوري إلى جانب الفريق الاتحادي. إذا مباراة كبيرة منتظرة بهذا المساء. حكم الفيديو السيد أحمد العلي إلى جانب إبراهيم الحلو في قيادة وإدارة مباراة الليلة. التشكيلة أمامك، خيارات السيد نونو سانتو التي لا يحضر من بينها العنصر المهم كانت في مباراة الليلة، يغيب عن هذه المباراة. هذه القائمة صالح العمري تقريبا اللاعب الذي يعوض هذا الغياب. والتشكيلة بالنسبة للصفاقسي عند غياب واحد، أحمد عجال يجي في مكان المهذبي. أحمد عجال بعد أن تلقى البطاقة الحمراء في المباراة الماضية عند الدقيقة 62، واللي بعدها تمكن الشرطة العراقي من تسجيل الهدف الوحيد من ركلة الجزاء عند الدقيقة 64. أنيس بن الحبيب في مواجهة من أمام نونو سانتو بمباراة الليلة. الجماهير الاتحادية الغفيرة الحاضرة تردد نشيد الاتحاد المعتاد التقليدي قبل كل مباراة، العادة التي اعتاد عليها جمهور الاتحاد. كريم بنزيما، يبدو الكيمياء بينه وبين الجمهور الاتحادي. حاضر بنزيما في ليلة مباراة الترجي بعد مباراة رائعة قدمها في أول مشاركة له إلى جانب الفريق الاتحادي. كرة اللعب طويلة في الأمام إلى محاولة والتدخل من دفاع الاتحاد. مرت الكرة من أمام جوتا لتعود الآن باتجاه حارس المرمى. لعبت الكرة طويلة منها محمد هادي قعلول إلى صافرة، مخالفة، ركلة حرة مباشرة. أسماء كبيرة لا شك مرت على الصفاقسي، اسكندر سويح، هيكل قمامدية، حاتم الطرابلسي، وأسماء تطول من النجوم اللي لعبوا إلى جانب الصفاقسي. كذلك الأمر بالنسبة للاتحاد، أسماء كبيرة نعرفها جوتا، لكن يبدو القرار جاء بمخالفة على جوتا في اللقطة الماضية. الكرة اللعب على الجهة اليمين، كورنادو ينقل كرة، إيرينيو، روما يلعب كرة من الجهة اليمين، المحاول الاتحاد على الجهة اليمنى العرضية لكنها مقطوعة. الكرة الماضية المطالبات لاعب اتحادي على أرضية الملعب يعاني من إصابة. عبد الرزاق حمد الله، عبد الرزاق واقع على أرضية الملعب. شوف الاشتراك بالكرات الماضية. 1-1 والاتحاد فاز مرتين والصفاقسي فاز في مرة واحدة. 4 مواجهات من ال5 كانت في البطولة العربية، ومباراة واحدة كانت خارج إطار البطولة العربية في دورة الصداقة الدولية. الكرة لمحمد نصراوي، ثم كرة من كمارة ملعوبة طويلة تعود في صالح الاتحاد. الاتحاد يقود مرتدة، بنزيما يلعب الكرة إلى جوتا، ثم ترتطم الكرة في بنزيما، تعود مرة أخرى. قعلول يلعب كرة إلى محمد نصراوي بتمريرة طويلة ملعوبة في الأمام، ترجع مرة أخرى رومارينيو، روما إلى كريم، التسديدة من بنزيما لخارج أرضية الملعب. بنزيما في تسديدة تجد خارج أرضية الملعب. رمية جانبية للصفاقسي، ملعوبة الرمية الجانبية من أشرف حباسي. بعد الكرة اللعب طويلة في الأمام والرأسية مبعدة إلى خارج أرضية الملعب من كرة شادي حمامي، واصل الكرة إلى خارج أرضية الملعب. مرمى جروهي، الحكم يعطي الإذن في التنفيذ. الكرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء لكنها مبعدة، ممتازة من شراحيلي. تطور في الأداء كبير لأحمد شراحيلي الموسم الماضي الذي يأخذ ثقة بنفسه. مثل هجومي حتى الآن مقنن بالنسبة للاتحاد. كرة إلى كورنادو انطلق بين 4 مدافعين. كورنادو التغطية من أمامه، محاولة استعادة الكرة لصالح الصفاقسي مع مطالبات من جماهير الاتحاد بوجود مخالفة. الاتحاد 2 على أرضية الملعب. سلامات لاعبين الاتحاد هو سلاح مهم عند الجماهير الاتحادية في كرة قدم جماعية. لا شك بأنه كل الثقة دائما في كل النمور في الفريق الاتحادي، عندهم قيمة، كلهم ساهموا في تحقيق الإنجاز العام الماضي. لكن كانويل مع الخليج وجورجي ميندوزا مع الأخدود وفيليبي في قيادة الحزم. الكرة للاتحاد إلى رومارينيو، كريم بنزيما يلعب كرة للجهة اليسار إلى صالح العمري. صالح
مع الكرة في الجهة اليسرى، يلعبها إلى رومارينيو. روما في تمريرة واصلة باتجاه كريم بنزيما. بنزيما عرضية لمنطقة الجزاء، وعبد الرزاق حمد الله في محاولة، لكن كرة عبد الرزاق مقطوعة. رجعت مرة ثانية لصالح الصفاقسي على الجهة اليمنى. صفاقسي مع كرة لكنها إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية جانبية. الرمية الجانبية في الطرف حسين علي العراقي المحترف في صفوف الصفاقسي بعد العودة للاتحاد إلى كورنادو. كورنادو تقدم انطلاقة ممتازة، يا سلام على التمريرة من كورنادو في اليسار. صالح انطلق، صالح انطلق، يا الله، عدى صالح، لعب العرضية والراسية من بنزيما لم تصل إلى المرمى. الفريق الاتحادي يتفاعل معها، جمهور الآن في المدرجات. الكرة لعبت في الجهة اليمين إلى جواو فيليبي. جوتا يحاول يعدي، جوتا مع الكرة، ملعوبة الكرة إلى كورنادو، وكورنادو على كل الأسماء الموجودة في مباراة الليلة. كورنادو يسحب البساط، بساط النجومية، يتعلق في مباراة ما شاء الله تبارك الله، مباراة غير عادية بالنسبة لكورنادو. ثم بعد ركلة ركنية الاتحاد هل اقترب من الهدف بعد أكثر من كرة رائعة. الكرة واصلة مبعدة، تعود مرة أخرى فيليبي، وكرة تقنية من يمين حارس المرمى يتردد فيها كورنادو، يصل بالكرة إلى منطقة الجزاء للعمري. الكرة ملعوبة ساقطة، الله على كرة أبعدها حارس المرمى محمد بنزيما. كريم لصالح العمري إلى كورنادو. كورنادو يأخذ كرة من اليسار، كورنادو إلى كريم، تحضير ممتاز من كريم بنزيما، لكن الكرة مقطوعة وصافرة. مخالفة في معسكر إعدادي كان قبل البطولة العربية في محافظة الطائف. الكرة تلعب إلى جوتا، جوتا في انطلاقة وخروج من حارس المرمى قعلول في اللحظة الأخيرة عن مرادة من كريم بنزيما ومن عبد الرزاق حمد الله، لذلك تبقى النتيجة بالتعادل السلبي. الكرة للجهة اليمين إلى محاولة مقطوعة مبعدة إلى خارج أرض. أبعد كرة عن الدفاعات الاتحادية في الأمام لتعود مرة أخرى. الضغط من عبد الرزاق حمد الله، رائع الكرة، عبد الرزاق انطلق، تقدم والتسديد، وقالوا أبعد كرة أنقذ مرمى الصف. رائع عبد الرزاق، الكرة تعود للصفاقسي. الاتحاد وصل كثيرا لكنه حتى الآن لم يتمكن من التسجيل. الكرة إلى زكريا هوساوي، زكريا في متابعة لكرة عليه ضغط. زكريا هوساوي، كورته طلعت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. نصف ساعة هذه أمامك، تسديدة عبد الرزاق حمد الله رائعة من عبد الرزاق، تعود عليها من مثل هذه الأماكن وبهذا الشكل أن يصل بالكرة إلى الشباك، لكن هذه المرة محمد هادي قعلول تمكن من إبعاد الكرة. كرة كانت إلى كورنادو. كورنادو البحث عن عبد الرزاق حمد الله، أرسل كرة لزملاء في الدفاع إلى شراحيلي. شراحيلي يلعب الكرة في الأمام، شراحيلي واصلة إلى كورنادو. كورنادو بتمريرة عند رومارينيو، والكرة مقطوعة من أمام روما إلى عبد الرزاق. عبد الرزاق مع الكرة في اليسار مقطوعة. ركلة مرمى اتحادية، إشارة لحلو. الإعادة مرة أخرى لانطلاقة عبد الرزاق حمد الله، وشوف التدخل من دفاع الصفاقسي. حكم اللقاء احتسب فيها ركلة ركنية لصالح الاتحاد بهذه اللقطة. صورة من جديد على التدخل في اللقطة الأولى، وكرة بالجهة اليسار. المحاولة من الطرف الأيسر، حسين علي ينتقل فيها حسين علي للهجوم. حسين يحافظ على كرته، يضغطون عليه. طارق حامد سقوط، وطارق حامد يحصل على مخالفة. ركلة حرة مباشرة على حسين علي. ثاني بطاقة صفراء الآن، حسين علي يحصل على بطاقة صفراء جديدة. الحكم يأذن للفريق الطبي المعالج في الاتحاد للدخول إلى أرضية البطاقة الصفراء، لا في الدخول الماضي باللقطة الماضية. اللعب يتوقف. حسين علي حصل على البطاقة الصفراء في هذا أو في قرار أبعد من ذلك. حكم المباراة نعم راح لتقنية الفيديو، لأن تقريبا ترد هذا الدخول يستحق مع أن يعزز العقوبة لحسين علي لاعب الصفاقسي. ما هو القرار بالنسبة لحلو بعد العودة لتقنية الفيديو؟ خلاص الأمر، وأن يلعب مباراة ب10 محاربين اليوم مع نهايات شوط المباراة الأول.
انتهى الموضوع بالنسبة لبطاقة الصفراء. حسين علي لا حاجة لإهدار الوقت. القرار بالاتحاد وهو مكتمل الآن. كيف سيتدبر أمر ما تبقى من هذه المباراة ب10 لاعبين؟ طارق حامد اللي أتيحت من أمام الاتحاد لم تستغل ولم تستثمر، وتبقى النتيجة بالتعادل السلبي بدون أهداف إلى هذه اللحظة. طبعا صعب جدا بالنسبة لنونو سانتو عند غياب لكانتي، والآن إصابة أن يكمل ما تبقى من المباراة. القرار ربما من الجهاز الطبي، أعطى إشارة مدرب لإجراء التبديل، لذلك الاتحاد يستعد لإجراء تبديل الأول، تبديل اضطراري. سلطان فرحان في مكان طارق حامد، ويخسر أيضا مع خدمات طارق حامد. الكرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء لكنها مقطوعة. ترجع للصفاقسي، يخسر كرة إلى كورنادو. كورنادو عرضية لكنها ليست لأحد من كورنادو. أقرب كان لها مدافع الصفاقسي اللي بعدها إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية اتحادية. الاتحاد حصل على كثير من الركلات الركنية في شوط المباراة الأول. هل يستفيد من ركلة ركنية محتسبة قبل نهاية شوط المباراة الأول؟ الكرة اللعب إلى منطقة الجزاء لحمد الله، الرأسية جاءت في المكان في الأمام مقطوعة. ترجع لصالح الاتحاد بتمريرة لعبت من سلطان الفرحان لوسط الملعب، سدد الكرة الماضية واصلة إلى خارج أرضية الملعب. جواو فيليبي عانى من إصابة أيضا في هذا الدخول. يعني المحاولة الاتحادية، انطلاقة وتمريرة ملعوبة لجوتا يمرر الكرة لصالح الفريق الاتحادي. تمريرة اللعبت في الجهة اليمين، عمري يلعب عرضية لكنها إلى خارج أرضية. كرة على الجهة اليمنى والانطلاقة بكرة عرضية لكنها مقطوعة من شرحيل، يبعدها إلى روما ب10 عناصر. الكرة اللعب على الجهة اليمين لصالح الصفاقسي، الكرة من الجهة اليمنى لعبت لمنطقة الجزاء. لاعبين الوسط في الاتحاد يحتاجون للاقتراب أكثر من لاعبين الهجوم الآن. روما مع الكرة، روما في محاولة ملعوبة باليسار إلى كريم بنزيما إلى روما. الله، الكرة من رومارينيو مقطوعة في هذه الأثناء أيها السيدات والسادة، بعد أن اكتملت الدقائق الستة المضافة من حكم المباراة في 20 سلطان قشيان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، عدنا وإياكم مرة أخرى إلى مجريات، ومهند الشنقيطي ترك مكانه لما دل العليان. هذه التبديلات الأولى. الصفاقسي الذي يخوض شوط المباراة الثاني ناقص لاعب. الكرة اللعب إلى منطقة الجزاء مبعدة، ترجع مرة أخرى في الثلث الهجومي إلى مناطق الدفاع في الصفاقسي التونسي إلى منطقة جزاء الصفاقسي. الكرة ملعوبة إلى روما، أعيدت من المدافعين إلى الخلف، واصلة عنها طارق حامد في شوط المباراة الثاني. الكرة اللعب في وسط الملعب، بنزيما يلعب كرة في الجهة اليمين، انطلاقة اتحادية إلى روما، أو كانت من عبد الرزاق حمد الله. الكرة ترجع لمرة ثانية، عبد الرزاق يلعب كرة طويلة بالأمام، حاول من زكريا هوساوي، زكريا يلعبها إلى بنزيما، كريم بنزيما، تغيير اتجاه اللعب لأقصى اليمين. عبد الرزاق حمد الله، حمدي يا سلام على تمريرة واصلة لمد الله، وكريم بنزيما. روما تسديدة نجح فيها دفاع الصفاقسي في رومارينيو يمرر الكرة في الجهة اليمين، راحت الكرة لمد الله العليان، مد الله نقلة في وسط الملعب. سلطان الفرحان، كورنادو من مسافة بعيدة. الله على لقطة من كورنادو من مسافة بعيدة، من لاعب له دور واضح وإسهامات واضحة للصفاقسي في مباراة الليلة. لا شك بأنه محمد هادي قعلول حارس الفريق صاحب الخبرة، 34 سنة، حارس مرمى الصفاقسي الذي تألق كثيرا في مباراة الليلة. وهذه لقطة رومارينيو اللي تكفل الدفاع، هذه أحد البدائل بالنسبة لمدرب الفريق. الكرة تلعب في الجهة اليمين إلى كورنادو هذه المرة، وبداية هجوم اتحادي عند جوتا اللي لعب على الجهة اليسار. هذه المرة يلعب كرة إلى روما، والتسديدة من رومارينيو لعب كرة إلى يغيب حتى الآن عن الاتحاد، عن فرقة النمور. الكرة ملعوبة، الاتحاد يستعيدها
من جواو فيليبي وصافرة إلى مخالفة ركلة حرة مباشرة ملعوبة إلى كورنادو. كورنادو في انطلاقة، كورنادو يمرر الكرة في منتصف ملعب الصفاقسي، وجوتا في تسديدة لكنها واصلة إلى محمد هادي قعلول. محمد هادي قعلول يحتاج إلى اختبارات أصعب للوصول إلى مرماه، يحتاج إلى كرات أصعب لننجح في عبر كل المحاولات من الجانبين لا تفضي لشيء. تبقى النتيجة بالتعادل السلبي بدون أهداف إلى هذه اللحظة. الكرة اللعب لصالح الاتحاد الذي يعود للخلف، وبنزيما في تمريرة اللعبة لزكريا هوساوي. صافرة تدخل حكم المباراة يعلن من ظرف النقص الحالي الموجود، والكرة تلعب باتجاه جوتا. جوتا مع الكرة والانطلاقة، اللعبة في اليسار. سلطان الفرحان عدى، سلطان الكرة معه، ثم الضغط من أكثر من لاعب من عناصر الصفاقسي. هذبي يلعب كرة طويلة بالأمام، واصل الكرة للاتحاد. الاتحاد ياخذ الكرة إلى شراحيلي، يعني ما في شيء تخاف منه في النواحي الدفاعية. عليك أن تواصل الضغط الهجومي، علينا أن نشهد أو على الاتحاد أن يرينا تقارب بين الصفوف في وسط الميدان والمهاجمين. الكرات دائما تلعب طويلة باتجاه المهاجمين. الكرة تلعب مرة أخرى على الجهة اليسار إلى كورنادو. كورنادو مع المحاولة، كورنادو يلعب عرضية لكن الكرة بالراس مقطوعة. حمد الله حضر الكرة لبنزيما. الله 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 الله، العالمي بنزيما يسجل للمونديال الاتحاد أول أهدافه في المباراة. 1-0 في لقطة رائعة، اسيست أجمل من ما فيه من عبد الرزاق حمد الله. يستثمر كريم بنزيما الثنائي الرائع، يعود مرة أخرى في هذه المباراة في المساهمة بهدف من عبد الرزاق، وكريم بنزيما يسجل الهدف. عبد الرزاق يرد التحية في المباراة الماضية بعد تحضير كريم بنزيما للهدف الأول من كريم بنزيما لعبد الرزاق. رد التحية عبد الرزاق الآن، وكريم استثمرها وسجل الهدف الأول للمونديال في المباراة. 1-0 للاتحاد. يا سلام على اللقطة الرائعة من عبد الرزاق حمد الله، وعلى هذا الكنترول والتحكم بالكرة من كريم بنزيما اللي لعب كرة صعبة جدا وصلت للشباك، صعبة على محمد هادي قعلول. الاتحاد معها يتقدم بأول أهدافه في المباراة 1-0. هدف تأخر كثيرا لكنه جاء بصورة رائعة بين عبد الرزاق حمد الله وكالحاد. أخيرا تمكن من تسجيل أول أهدافه في اللقاء بعد مجموعة من فرص كثيرة رأسية، وفرص من دائما في الجهات اليمنى ظهير الأيسر في فريق الصفاقسي وعنده بطاقة صفراء. هذا يجعل من المرجح أنه يحصل على بطاقة ثانية في ظل الضغط المتواصل عليه في الجهات اليسار. الكرة محاولة تقدم، الكرة مقطوعة تعود إلى الاتحاد مع المحاولة، والكرة من كريم بنزيما وصلت إلى عبد الرزاق حمد الله. عدى عبد الرزاق، المحاولة من عبد الرزاق، السقوط، القرار باستمرارية أنه على الوقوع يستحق مع ركلة جزاء. هذه اللقطة أمامك تستطيع أن تحكم بقرب في اللقطة. يبدو لي فيها مخاشنة، يبدو لي فيها احتكاك، يبدو لي فيها قرار بركلة تسب ركلة جزاء للاتحاد. على أي حال حكام الفيديو أقروا هذبي في كرة مقطوعة ترجع لصالح الصفاقسي على الجهات اليمنى. الصفاقسي مع الكرة وعند الانطلاقة في الجهات اليمين في محاولة ترجع، يحاولون بروحهم انهم يعوضون المحاولة. ترجع بتمريرة لرومارينيو، روما في محاولة وانطلاقة يلعب كرة، روما عداها، ترجع له من جديد إلى بنزيما، وبنزيما في استعراض عالي في الكرات الماضية يلعب الكرة، حافظوا على كرتهم لكن في النهاية استعاد الكرة الاتحاد إلى صافرة ومخالفة إلى ركلة حرة مباشرة. محاول في كرة لكنهم متراجعين للخلف، يجعلون مهمة كريم بنزيما وعبد الرزاق أصعب في ظل تواجدهم الدفاعي. الكرة فيها صافرة للصفاقسي في وسط الملعب. كورنادو يعتذر من حكم المباراة، البطاقة الصفراء لكورنادو. الكرة تلعب على الجهات اليمين، المحاولة عرضية إلى منطقة الجزاء، الإبعاد من شرع الاتحاد
في الموسم الحالي في هذه البطولة على وجه التحديد. الاتحاد خسر كرة لكن القرار حين يمررها، ترجع للكرة من جديد. شراحيلي ينقل كرة طويلة في الأمام إلى عبد الرزاق حمد الله، مقطوعة. جوتا صافرة مخالفة. رفاقسي مكتمل في صفوفها. الاتحاد أقل فرص في شوط المباراة الثاني. الكرة فيها مرور ومحاولة وصلت لبنزيما لكن مقطوعة. ترجع يلعب كرات بينية قصيرة بين العناصر في الفريق الاتحادي. جوتا ياخذ كرة يتقدم فيها للأمام. جوتا مع الكرة يحاول يعدي عليه الضغط. يا سلام يا سلام على المرور. الكرة في منطقة الجزاء واصلة إلى روما. الله أوه على كرة للاتحاد. أوه على كرة لم تكتمل. مخالفة تذهب لصالح الاتحاد. هذه اللقطة أمامك، اللقطة الرائعة اللي قدمها الاتحاد عند هدف آخر في شوط المباراة الثاني. روما إلى جوتا. جوتا عدى. جوتا يحاول لكن أكثر من لاعب. عربية الصراع على أشده في البطولة العربية من أجل التتويج باللقب. الكرة من عبد الرزاق حمد الله. زيما خسر الكرة، مرت لصالح الاتحاد من جديد. رومارينيو أخذ كرة وصافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة وبطاقة صفراء. موسى كونتي بطاقة صفراء الثانية. ترى ما في شيء غريب، ما في شيء غريب، هذا كان متوقع بالنسبة لي، وكررت في أكثر من مرة تحذير لاعبي الصفاقسي في مسألة الدخول بهذا الشكل المتكرر في المباراة. يعني هذه المخاشنة المبتذلة في أوقات طويلة من المباراة من عناصر الصفاقسي، في النهاية القانون سيأخذ مجراه وفي النهاية ستتعرض للطرد. هذا ما جنت يديك، يعني هذا ليس قرار قاسي من حكم المباراة، أنت اللي كنت قاسي مع فريقك يعني بهذا التدخل وبهذا الإفراط في التدخل في المخاشنة. بالتالي هذا القرار قرار سليم لا مفر منه قانونيا، والبطاقة الحمراء جاءت سليمة للمرة الثانية. الصفاقسي يتعرض للبطاقة الحمراء وعليه أن يحارب ب9 عناصر فقط فيما تبقى من هذه المباراة. الصفاقسي مع كرة أبعدها جروهي للجهة اليسار. زكريا هوساوي يلعب كرة لكورنادو. الله، يعني مش منطقي أبدا بصراحة. يعني أنا لو كنت لاعب في فريق عنده نقص بيكون عندي حس من المسؤولية. يعني المسألة ولا تتعلق فقط في هذه المباراة، المسألة تتعلق أن فريقك أيضا عنده مباراة أخرى. نعم عند الفرق المسجلة عندها للمباراة الأخيرة والفرصة الأخيرة في البطولة. بركات الحميدي بطاقة صفراء، وبغض النظر يعني بغض النظر عن أن يتبقى فرصة أو لا يتبقى فرصة، في النهاية الروح الرياضية. يعني في كرة ميتة تتعمد إيذاء خصمك، يعني ما كانت كرة صعبة قريبة من منطقة الجزاء ولها مبرر يصوغ هذا التدخل. هذه لقطة الهدف الوحيد لكريم بنزيما. واحتفالية جمهور الاتحاد بتقدم الاتحاد بهدف. ركنية تلعب من وضاح زايدي إلى منطقة الجزاء بعيدة عن الجميع. شراحيلي حاول اللحاق في كرة، الكرة مرت لصالح الصفاقسي، حصل عليها شراحيلي إلى سلطان فرحان المرة الثانية في الوقت البدل الضايع. الكرة تلعب للصفاقسي، خطيرة تسدد بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركضة بالبطولة العربية بعد هدف في مرمى الترجي، يعود في مرمى التونسي الآخر الصفاقسي ليسجل من جديد مع الاتحاد. الكرة تلعب في الجهات اليمنى، اتحادية محاولة اللعبة إلى كريم بنزيما، تمريرة الرد من ربع النهائي. هو بانتظار الصافرة بعد دقائق من الآن، بانتظار صافرة النهائي بهذه النتيجة ليعلن رسميا أنه في دور ربع النهائي من البطولة العربية. الكرة من الجهة اليسار، زكريا أو بركات الحميدي طالب بمخالفة الحكم. الصفاقسي التمريرة في الجهة اليمنى، الانطلاقة من جوتي. أوهو خطر الكرة، جروهي
في لحظة آخر مشيئة الله. ثم بعد ذلك كرة القدم في تفاصيل صغيرة، في شيء لا تتوقع حدوثه قد يحدث، وهذا ما كان قد يحدث لولا الله. ثم يقظة جروهي في اللحظة الأخيرة جانبية. رمية جانبية في الجهة اليمنى، مساعد أعطاه مخالفة، أشار له بوجود مخالفة في هذه اللعبة. وفي هذه الأثناء أيها السيدات والسادة أطلق حكم المباراة صافرة معلنا عن نهاية أحداث شوط المباراة الثاني. الاتحاد